امبارح كتبت نائبة في الحزب الديمقراطي الأمريكي عن إن الجيش الأمريكي أسقط جسم غريب طائر عند الحدود مع كندا في ولاية ميشيغان. الغريب إن ده يعتبر رابع جسم غريب يطير فوق سماء أمريكا، وأمريكا تتمكن من إنها تسقطه. بس الأغرب إن في تكتم مش مفهوم من وزارة الدفاع والمسؤولين عن الموضوع. كان يوم السبت اللي فات في واحد كان في كندا، ويوم الجمعة كان في واحد في ألاسكا، والجسم ده شبه البالون، فيه 8 أضلاع مربوطة بحبال وشايلة اسطوانات معدنية، وكل الأجسام بتطير على بعد من 24 ل 37 ألف متر عن مستوى سطح الأرض، وده طبعا ارتفاع كبير جدا، أكبر من المجال اللي بتطير فيه الطيارات اللي احنا عارفينها. طب الحكاية بدأت منين؟ الحكاية بدأت مع أول بالون اترصد فوق ولاية مونتاريو يوم 3 فبراير على ارتفاع 37 ألف متر، وأمريكا استنت لحد ما طار فوق المحيط الأطلنطي وضربته. ولما جمعت رفات الجسم ده تبين إنه تابع للصين. طب بيعمل إيه فوق أمريكا؟ لما حللوا أجزاء البالون لقوا إنه عبارة عن رادار وكاميرا ومولد طاقة شمسية، وهدفها إنها تصور مواقع عسكرية مهمة، ومش شرط في أمريكا، لأ ده في أي مكان الرياح توديها ليه. وغير كده كمان دي بتنقل الصور اللي صورتها وبتبعتها للجهة اللي اتصنعت فيها. طب اشمعنى في الوقت ده بالذات؟ بيتقال إن أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية بتحدد الأهداف السريعة والمنخفضة زي صاروخ أو طيارة، لكنها أول مرة تحدد حاجة حركتها بطيئة زي دي. طب هل عدد البالونات دي 4 بس؟ لما اتسأل بايدن وحكومته عن عددهم قال إنه أسطول كامل بأشكال وألوان مختلفة وأنواع مختلفة كمان، وهدفها مش بس أمريكا، لأ دي هدفها العالم كله. وعلى أساس كده بايدن حذر 40 دولة من 5 قارات من البالونات دي، ومنهم اليابان والهند ودول عربية وإفريقية كمان. الغريب إن الصين ما اعترفتش لحد دلوقتي بالحاجة دي، وفضلت تكذب اتهامات أمريكا ليها. وفي نقطة مهمة جدا، شكل أول 3 أجسام طائرة بيختلف جدا عن شكل الجسم الرابع، وده خلى ناس كتير تشك بأن البالونات دي جاية من خارج كوكب الأرض. كمان في ناس كتير ربطت الأجسام دي بالأحداث الغريبة اللي بتحصل من بداية السنة دي زي الزلازل مثلا. الحاجة المرعبة اللي حصلت بعد كده إن الصين نفسها من أسبوع قالت إنها رصدت جسم غريب طائر في مقاطعة تشينغداو، وإنها متابعاه ومستعدة لإسقاطه. معنى كده إن الصين فعلا مش هي اللي أرسلت البالونات دي، والبالونات دي فعلا جاية من برا الكوكب خالص. في النهاية كل الكلام ده بيساعد إن يزيد التوتر بين الصين وأمريكا، وبيتنبأ بحرب جديدة ممكن تقوم بينهم. ولحد دلوقتي أمريكا مش متأكدة 100% إن البالونات دي من الصين فعلا، ولو طلع فعلا من الصين معنى كده إن الصين بتتجسس على كل دول العالم. طب ليه بتعمل كده وناوية على إيه؟ الله أعلم. كمان لو في احتمال 50% إن البالونات دي مش الصين اللي بعتها، أمال البالونات دي جاية منين؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتات.